الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى كده هنعمل مع بعض الغريبة الجميلة اللي انتوا شايفينها دي، ما شاء الله عليها. دايبة كده دوب، طريقتها سهلة وبسيطة ومكوناتها في كل بيت. يلا نشوف الفيديو ونشوف الطريقة والمقادير. اهو هنا معايا بقى كيلو دقيق ونص كيلو سمنة بلدي، وربع كيلو سكر بودرة، وواحد باكو فانيليا زي ما انتوا شايفين كده. يبقى كيلو دقيق، نص سمنة، ربع سكر. هي كده مقاديرها مظبوطة كده. عايزة تعملوا نص دقيق يبقى ربع سمنة، تمن سكر، ورشة الفانيليا. ما بتحطلهاش اي حاجة غير السمنة والسكر والدقيق. جبت كده بولة هنزل عليها بالسمنة اهو. لازم تكون سمنة بلدي او يعني فلاحي، علشان تديها ريحة والطعم الجميل ده بتاع الغريبة. غير كده ما بتبقاش يعني حلوة قوي. يعني ممكن تحطي نص فلاحي على نص سمنة من العادي ده. فالفلاحي بتديها ريحة جميلة طبعا وطعم تحفة. فنزلت كده بالسمنة كلها كده في البولة بتاعتي، وهفضل اضربها بالمضرب الكهربائي لحد ما لونها يبيض خالص اهو. طريقتها سهلة جدا جدا، ومفيش حد ما بيحبهاش طبعا. وقريبة حاجة جميلة جدا. هنفضل كده نضربها بالمضرب كده زي ما انتوا شايفين لحد لونها ما يبيض. وهبدأ انزل عليها واحدة واحدة بالسكر البودرة كده اهو، لحد ما السكر يختفي، علشان ما يبقاش كده طعمه وانتي بتاكليها كده بيبقى السكر فيها، مع انه يعني بودر، بس برضو تضربي جامد لحد ما يدوب ولونه يبيض كده مع السمنة اهو. اهو نفضل بقى كده نضرب، وهنزل كده بالفانيليا زي ما انتوا شايفين. ما بتاخدش حاجة خالص، وسهلة جدا، وما بتاخدش وقت خالص خالص خالص. يعني هي اسهل من البيتفور طبعا. وشه كتير تزويق بقى، والمكبس ومش المكبس والكلام ده كله هنعمله برضو معاكو البيتيفور مع بعض. فزي ما انتوا شايفين كده هنفضل بقى نضرب كده شوية حلوين اهو. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك في القناة لو مش مشتركين عندي، وتفعيل زر الجرس، وتسيبي لي كومنت حلو منك تشجعيني بيه. اهم حاجة اللايك يا حبايبي، ما تنسوش اللايك. كده خلصنا اهو. زي ما انتوا شايفين اللون البيض خالص، السمنة بالسكر اهو. لازم تعملي الخطوة دي، يعني تضربيها جامد اهو. هننزل كده بقى الجوانب، وهنبدأ ننزل بالدقيق واحدة واحدة لحد ما السمنة يعني والسكر يشرب الدقيق. ولازم تعملي واحدة واحدة، لان في زي ما انتوا عارفين دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا. فممكن تاخد معاكي الكيلو الدقيق وممكن لا. فانت يعني تخليكي كده واحدة واحدة معاه لحد ما تديكي القوام اللي انت عايزاه، علشان ما تنزليش بالكيلو الدقيق كله على بعضه وتبوظ منك. فانت يعني تنزلي واحدة واحدة وتشوفي الدنيا فيها ايه. هنفضل كده ننزل واحدة واحدة. انا النوع الدقيق ده إيه، السمنة والسكر ما اخدش الكيلو كله، يعني ساب معلقتين من الدقيق. وهنا كنت خلاص كده شكلتها اهو. وقسمت العجينة اتنين نصين. عملت نص بالشوكولاتة لان ولادي بيحبوها بالشوكولاتة، ونص اللي هو الفانيليا الابيض يعني اهو. العجينة ما شاء الله جميلة. لازم نحطها في التلاجة ترتاح ساعة كاملة. تغطيه كده بالاسترتش وتحطها في التلاجة ترتاح ساعة كاملة عشان تعرفي تشكليها، مش اقل من كده. طبعا العجينة طالعة زي الفل وجميلة جدا. هنا بقى كنت خلاص يعني عملت اكتر من نص الكمية كده ودخلتها الفرن وسويتها. وكانت دي اخر صينية. كنت ناسية خالص ان اصور يعني المقطع ده. الصينية اللي هي على الشمال دي انا مسوياها، هي كده طالعة من الفرن. والصينية اللي انا بعمل فيها دي لسه هدخلها الفرن. وتزوقيها بقى تزوقيها او تزينيه
بالبندق والخرز اللي هو ده اللولي اللي هو الابيض ده جميل برضو، والسوداني، واي حاجة انت تحبيها حطيها. فده كان اخر صاج يعني معايا، هدخله الفرن خلاص. يعني افتكرت كده في الاخر في الاخر يعني قلت اصور معاكم المقطع ده. وكانت الصينية التانية دي طالعة خلاص. فانت بتكوريها كده كورة وصغيرة كده، وتحطي بقى اللوز، عين الجمل، البندق، اللولي ده زي ما تحبي في التزيين. مش عايزة تحطي فيها حاجة خالص، براحتك برضو. طعمها طالع جميل جدا جدا جدا. هنا بقى بقول لكم الصاج ده كان طالع من الفرن، وبسيبه يهدى كده عشان اطلعه كده في الصينية، اشيله يعني من الصينية بتاعة الفرن. والصينية دي هتدخل الفرن ايه دلوقتي يعني اهو. وهنا كان يعني كنت حاطه الاتنين صاجة دول استووا. هو ما شاء الله شكلها جميل جدا، والصينيه دي كمان، والصاجة اللي جوه دي. الكيلو طلع معايا ما شاء الله كمية كتيرة، وانضف واحلى من بره طبعا. وادي كده كل الكمية اللي طلعت معايا من الفانيليا والشوكولاتة. شكلها تحفة، وريحتها احلى، وطعمها احلى 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 بكتير. آه وانضف من بره طبعا، وحاجة انت عاملاها في بيتك ومضمونة. ما شاء الله طالعة طعمها تحفة. طبعا السمنة الفلاحي بتفرق طبعا في الشكل والطعم. هنا ما تسويش الغريبة جامد يعني، يا دوبك كده تصفر من تحت يعني، ومن فوق بتبقى بيضة كده زي ما انتوا شايفين. ما تقرصيش عليها في السوا طبعا، انت بتسيبيها كده، انت بتطلعها من الفرن بتقولي لا ده طرية وكده، لا سيبيها شوية وبعد كده ايه فضيها من الصينية، هتطلع كده جميلة متماسكة. هي عايزة نار هادية جدا، تحطيها على الشبكة مش على الصاجة. وكده الفيديو يكون النهاردة خلاص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.